الإعلام الفرنسي مقلوب على كريم بنزيما. أعلن نجم ريال مدريد اعتزاله اللعب دوليا، ونزل بنزيما على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة، ومفاد التغريدة دي انه اعتزل اللعب دوليا مع منتخب الديوك. ورفض كريم بنزيما دعوة رئيس فرنسا ماكرون بالانضمام للمنتخب في المباراة النهائية أمام الأرجنتين. والجدير بالذكر إن فرنسا خسرت اللقب بضربات الترجيح من التانجو الأرجنتيني. ونشر صاحب ال 35 عام صورة بقميص منتخب الديوك وكتب عليها: بذلت جهدا وارتكبت أخطاء أدت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك. لقد كتبت قصتي وقصتنا انتهت. ولعب بنزيما مع المنتخب الفرنسي 97 مباراة وقدر انه يسجل 37 هدف. ومن أسباب الاعتزال ديدي ديشامب مدرب الديوك والمشاكل اللي بينه وبين بنزيما.